السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم 4 جوائز من الله ب4 كلمات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دي 4 كلمات، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان قدامهم 4 ثمرات و4 جوائز، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر. إيه معنى كلمة حسبنا الله؟ أي أن الله كافينا، فهو وحده يكفينا كل ما أهمنا، بل ويحفظنا من كل شر ويقضي لنا حاجاتنا. فمن كان الله حسبه فلا يضره من خذله الناس أو اجتمعوا عليه. طب إيه معنى ونعم الوكيل؟ أي نعم من يفوض إليه الأمر هو الله، ونعم من يعتمد عليه ويوثق به، فهو سبحانه وتعالى يتولى عباده بعلمه وقدرته ورحمته، ويختار لهم كل ما فيه الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: التوكل نصف الدين، والاستعانة بالله هي الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. فمن جعل الله وكيله كفاه كل ما أهمه. ولذلك فإن هذه الكلمة تجمع 3 أمور: كمال الثقة بالله، تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، واليقين بأن تدبير الله خير من تدبير العبد لنفسه. ولذلك قالها خليل الله إبراهيم حينما ألقي في النار وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. فإذا قالها العبد بصدق قلب، يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل من قلب صادق وهو آخذ بالأسباب المشروعة، امتلأ قلبه طمأنينة وزال عنه كثير من الخوف والقلق، لأنه يعلم أن الله سيكفيه، وأن ما اختاره الله عز وجل له هو عين الخير. ولذلك كانت حسبنا الله ونعم الوكيل ما هيش مجرد كلمات بتقال باللسان، بل هي منزلة عظيمة من منازل التوكل، يعلن بها المؤمن أن اعتماده الأول والأخير على الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يرى لنفسه حولا ولا قوة إلا بالله. وهذا معنى أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، فالإنسان ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فأكثروا من حسبنا الله ونعم الوكيل، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.